ويلا نحضر شنطة البحر بتاعتنا. هنجيب علبة الفريزر ال3 لتر اللي احنا مفرزين فيها البيتزا. هنحط البيتزا في الطبق ونحطها في الميكروويف عشان نسخنها. يا جمال البيتزا بعد التسخين اكنك لسه عاملاها النهارده. هنجيب اللانش بوكس اللي احنا هنحط فيه البيتزا، وادي اللانش بوكس واخد 8 قطع كبار. وهنجيب علبة الفريزر ال2.5 العالية، انا عاملة فيها كيك ومفرزاها للمصيف. وهنجيب العلبة اللي احنا هنحط فيها الكيك وهنرص الكيك جوه العلبة. وبعد ما رصينا الكيك في العلبة هنغطي العلبة عشان تبقى جاهزة معانا. وعندنا علبة الحلويات العالية دي كمان ممكن نستخدمها كلانش بوكس، حاطين فيها الحواوشي اللي عملناه قبل كده واخدة رغفين حواوشي، ممكن تاخد رغفين كمان. جهزنا كل حاجة، عندنا البيتزا، عندنا الكيك، وعندنا كمان الحواوشي. رصينا كل حاجة في الشنطة بتاعتنا، عندنا البيتزا، عندنا الكيك، وعندنا الحواوشي، ومش هننسى المية، عندنا ازازة تابروير للفريزر فيها المية بتاعتنا متلجة عشان يبقى معانا كل حاجة محتاجينها على البحر. جاهزين للبحر؟ يلا بينا. مامي احنا جعانين جدا، عامله لنا ايه النهارده؟ افتح الشنطة وانت تشوف. ما شاء الله ده اكل كتير قوي يا ماما. انتي عامله ايه؟ انا عاملة كيك وعاملة بيتزا وعاملة حواوشي. هتاكلوا ايه؟ طبعا البيتزا، طبعا البيتزا. اتفضلوا يا ولاد، ادي البيتزا. واو دي اكنها معموله النهارده. شكرا. بالهنا والشفا. بسم الله. شكرا تابروير. لو عجبكم الفيديو لايك، سبسكرايب، ولو سمحتم اعملوا شير.